ابو شعول مشعلاني. لكن هذا إلى وجاهه، إلى توجيه. قلت لك ما يعرفون معنى الإمام شنو. شلون يعني؟ أنا أطلب فلان، أطلبه زين، أدري من أروح له ما يطين شو أسوي؟ أدز له واحد، هاي مو شكل لا، أدز له واحد أقول له عمي هذا ما يطين، بلك تروح شوي تدغدغ لي إياه، تحكي وياه، هذا لا حد يطيني. هاي طريقة، هاي الأولى. أروح للرضا أقول له يا محمد مروتك احكي ويا الله خيدبر، مو شكل. الطريقة الثانية هاي شوي أعمق، هاي شو كده فيما إذا كان أدري هذا أصلا ما يطين، أجل هذا شو أقول له؟ أقول له أريدها منك. فاطمة ما كانت في أصلاب الأنبياء، لأنه لها خصوصية لا يحتملها إلا صلب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك ما كان لها كفء من الرجال آدم فمن دونه. يعني لو أن رجل في مستوى إبراهيم الخليل لا يكون كفءا لفاطمة. الأنبياء كلهم أخبار عندنا عن أهل البيت أن الأنبياء كلهم جميعا كانوا يحتفلون بيوم الغدير. ليش هذول ما جاءوا ورسول الله هو بنفسه مستجاب الدعوة؟ أسألكم، الرسول إذا دعا الله دعوة الله ما يستجيب له؟ ليش الله يقول له أنت دعاءك وحده ما يكمل إلا بأن تقول فاطمة وعلي والحسنان على دعائك يأمنون؟ يعني ذولاك يقولون آمين، هذولاك إذا ما قالوا آمين أنت دعائك ما تكمل. صوت فاطمة له تأثير عند الله، صوت علي صوت الحسن والحسين له تأثير واقعي عند الله. وانتم لاحظوا هذا المعنى. بعد أنا ما أبين لكم لأن عندي بحث معاكم. أنا أعطيكم هكذا أنوار وفي قلوبكم النور. منبر الإمام الحسين هو الحاكم، منبر الإمام الحسين هو اللي يحكم، لأن الله خلق اللوح والقلم من نور أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أول قارئ للمصيبة على إمامنا الحسين عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس يجي إلى الإمام الصادق، يجي إلى الإمام الرضا، يجي إلى أمير المؤمنين يقول له سيدي عندي سؤال، الإمام يقول له تريد قبل ما تسألني تحب أقول لك شو تريد تسألني؟ قبل ما هو يسأل يفتح لسانه الإمام يخبر عما في قلبه. هاي شغل من هذا؟ حتى جبرائيل ما يقدر يخبر هذا الخبر. جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كل شيء يدري، ولكنه ما في النفوس ما يدري، ما في النفوس ما يدري. الله تعالى عليم بذات الصدور، الإمام أيضا في هذه الروايات عليم بذات الصدور. في بعض الأحاديث وكثير من الأحاديث التي وردت في زيارة الإمام الحسين عليه السلام وزيارة الأئمة أنه وردت هذه المضامين: من زار الحسين عليه السلام. سأقطع الجزء المهم من هذه الأحاديث ثم أبينه لكم لكي ألفت نظركم إلى المقطع المهم من هذه الأحاديث. من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه. في حديث آخر: والله لا يدخل الجنة إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. لنرى الآن ويجيبوا لهم واحد شيخ
يا الله 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 صيح يا الله، هذا يقول هذا توحيد. يا علي هذا شرك. لا، يا الله بلا يا علي شرك. فتح الأقبار أغم أبا الحزن، تستفتح الأسفار أغم أبا الفزل، محفل الأهوار أغم أبا الفزل، أعني أمن يجيب أغم أبا الفزل، صاحب جاه و جلال أغم أبا الفزل، هو شديد المحال أغم أبا الفزل، هو سريع الحساب أغم أبا الفزل، هو شديد العقاب أغم أبا الفزل، عنده حسن الثواب أغم أبا الفزل، عنده أم الكتاب أغم أبا الفزل، كاشف كل كروب أغم أبا الفزل، أنيس كل قلوب أغم أبا الفزل، عالم كل غيوب أغم أبا الفزل، عالم كل غيوب أغم أبا الفزل، ساتر كل عيوب أغم أبا الفزل، ساتر كل عيوب أغم أبا الفزل.